بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. في المره اللي فاتت اتكلمنا عن وضع قائم في كتير من بعض الاسر اللي بنسمع من الناس سواء منكم او من الكبار، يعني الاب والام، وحاولنا نحلل الظاهره اللي موجوده. النهارده بقى نتكلم عن امور تخصنا احنا اكتر، ويمكن هحاول اتكلم يعني بطريقه يمكن غريبه شويه. هنقول بالمقلوب، هنتكلم بالشقلوب. يعني اتعودنا نقول كيف تصنع اسره او كيف تاخذ قرارا سليما. النهارده هنقول كيف تصنع قرارا خاطئا. يعني ايه الخطوات اللي بنعملها، الخطوات اللي بناخدها عشان نعمل قرار غلط. وطبعا العنوان هيبقى كده، لكن الشرح طبعا هيبقى بالمعدول. يعني العنوان بس بالمقلوب لكن الكلام هيبقى بالمعدول. فهنتكلم عن بعض النصايح عامة، في نصايح للأولاد بشكل خاص ونصايح للبنات بشكل خاص. وأتمنى يكون في مشاركة في الآخر ببعض المناقشات والمداخلات والأسئلة ووجهات النظر. زي ما قال أبونا في المرة اللي فاتت، احنا تعودنا ان احنا بنقبل على الارتباط بدون أي نوع من التهيئة أو الاستعداد، مع انه اي حد عشان يعدل يبقى مثلا يبقى مهندس لازم يخلص بكالوريوس، لازم يعمل مشروع، ولازم يكون عنده رؤية هو ايه اللي هيشتغله. الدكتور عارف هيشتغل ايه بعد ما يخلص الكلية بتاعته، المهندس عارف هيعمل ايه، حتى المدرس بيدخلوه تربية عملي كده ياخد فكرة عن الجو اللي هو هيعيش فيه بعد كده عشان ما يتفاجئش بوضعه كمدرس. يقولوا له انت مدرس كده وكده، تربية عملي، وبعد كده تبقى مدرس بجد. إلا الزواج بندخل فيه كده وخلاص، وفي أمور بتعدي علينا مش بنديها اهتمام. أنا ما عملتش موبايل سايلنت، فاسمحوا لي أعمله سايلنت عشان يعملها فيا. بقيت لو حد بالمرة ناسي زي كده يعمل. أول نصيحة عشان شخص ياخد قرار غلط في الارتباط في الزواج، يعني اجعل الزواج الهدف الأول في حياتك. عايز زواجك يفشل، خلي الجواز هو التارجت الأساسي في حياتك. عموما الواحد لما يقول أنا عامل هدف لحياتي، الهدف ده لازم يكون حاجة تستغرق حياتي كلها. ما ينفعش مثلا واحد يقول أنا عايز أسافر بره، عايز أهاجر. طب خلاص ربنا سهل وهاجرت، هل بعد كده هتعمل إيه؟ هتحط لنفسك هدف تاني بقى؟ ما خلاص الهدف الأولاني اللي أنت كنت حاطه اتحقق. فواحد هدفه إنه يرتبط، طب خلاص بعد ما تتجوز هتحس ان ايه هدفك في الحياه؟ تنتهي الحياه عند النقطه دي. فمن الاخطاء اللي بتخلي الواحد ياخد قرار غلط ان الواحد بيخلي الجواز الهدف الاول في حياته، بينما في امور تانية المفروض تكون هي الهدف الاول، وهي اللي هتكمل في حياته بعد الجواز، وهي اللي تضمن سلامه نجاحه، مش بس في علاقاته داخل الاسره لكن في علاقاته بشكل عام. تلاحظوا انه المخلوق الوحيد اللي اتخلق سنجل مش دبل هو الإنسان. يعني ربنا خلق آدم الأول، وبعد كده قال لك ليس جيدا أن يكون آدم وحده. طب أنت عارف الأول إن هو وحده، فليه خلقت وحده وبعد كده ترجع تقول ليس جيدا أن يكون وحده؟ طبعا القصة دي حكاها الكتاب عشان يقول لنا حاجة مهمة قوي، إن آدم كان محتاج قبل ما يبني علاقة مع حواء إنه يؤسس لهذه العلاقة بعلاقته مع ربنا في الأول. من خلال الأساس ده يقدر يبني. لكن المشكلة إن إحنا بنبني دون أن نضع الأساس، وده إنجيل بكرة بالمناسبة، ده إنجيل قداس بكرة، إن الواحد يبني من غير ما يحط الأساس. فتبقى النتيجة إيه؟ إن أنا حطيت هدفي إن أنا أتزوج وربنا بره الموضوع، واعتبرت إن ربنا ملوش علاقة، والعلاقة مع ربنا ليس لها علاقة بالارتباط، وفجأة بعد كده إن المبنى اللي أنا بنيته بيقع بيتهدم. ربنا حط خطة جميلة جدا، قال الوصية الأولى أول حاجة تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك ونفسك وقدرتك.
وبعد دي بقى ده منهج سنة أولى، تخلص منهج سنة أولى نخش في منهج سنة تانية، وتحب قريبك كنفسك. وكانت نفس المشكلة بتاعت مرسى اللي هي مشكلتنا كلنا، نحن نهتم بأمور كثيرة ونرتبك لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد. طيب اللي قدامي إحصائيا، يعني الولاد والبنات اللي قدامي دول بحسب الإحصاءات احتمال، في نسبة احتمال إن في عدد منكم قد لا يرتبط. طيب لو أنا ما ارتبطتش يبقى حياتي كده ملهاش معنى؟ هل الارتباط أهل الزواج اللي يدي لحياتي المعنى، ولا حياتي أصلا ليها معنى من الأول من البداية، والزواج ماشي في نفس الخطة والهدف الأساسي اللي أنا حطيته لحياتي؟ نقطة كمان مهمة قوي، إنه أنا عشان أحب، عشان أدي، لازم أكون في مصدر أنا باخد منه. يعني إحنا كتير قوي بنفكر نعطي دون أن نسأل نفسنا من أين نعطي. يعني أنا بتخيل، قلنا الكلام ده قبل كده بنتكلم في العلاقات، قلنا إن الإنسان لو تخيلنا إن ربنا ألف وأنا به، ربنا ألف وأنا به والآخر جيم، فألف بيدي البه وبه ما بيديش لألف حاجة. يعني علاقة به بألف إنه بياخد بس من ألف. ربنا ده مش محتاج حاجة مني خالص، طول الوقت عمال يديني. علاقتي بيه عبارة عن عطاء فقط من ناحيته. طب أنا أديله؟ لا ما أديلوش، هو مش عايز. امال ايه؟ أنا أدي مين؟ أدي جيم. علاقتي بجيم عطاء فقط. طب لما تكون طبيعة علاقتي بجيم اللي هو الآخر أيا كان بقى الآخر هي عطاء فقط، يبقى أنا محتاج طول الوقت سبلاي، مش كده؟ مصدر شحن عشان أفضل عايش في الوضع الطبيعي اللي ربنا خلقني عليه في الآخر، اللي أنا بديله لازم يكون عندي حد باخد منه. فبدون هذا الحد مش هلاقي حاجة عندي أديها للآخر، وهطالب الآخر إن هو اللي يديني، والآخر برضو بيطالبني بنفس الشيء. كل واحد فينا بيرمي المسؤولية على الآخر، كل واحد بيتهم الآخر إنه مقصر في حياته، مش بيديله اللي هو محتاجه. ودايما في حوارات الأزواج كده على فكرة، أنت على فكرة ما عملتيش كذا كذا كذا، وهي تقول له أنت برضو مقصر معايا في كيت وكيت، ما أنت مش بتقول لي كلمة حلوة، يقول لك وأنت برضو مش مهتمية بيا ومش مهتمية بنفسك. كل واحد يطالب الآخر بمسؤوليته من غير ما يطالب نفسه، لأنه من الأول ما حطش أساس إن أنا مش متزوج عشان أستغل الآخر وعلشان آخد من الآخر، ولكن عشان أسعد الآخر. وكان في فيديو كان حد مشيره على الجروب بتاع حياة كنسية، الأب كاهن كده أمريكاني بيتكلم إنجليزي مكسر، مش عارف حد فيكم شاف الفيديو ده ولا لأ، وممكن نحطه على جروب الاجتماع. بيحكي فيه عن رسم كده صوت المسيح والولد في ناحية والبنت في ناحية، فبيقول إنه عشان الولد يقرب من البنت والبنت تتقرب من الولد لازم هما الاثنين يتجهوا ناحية مين؟ ناحية المسيح. لما الاثنين يتجهوا تجاهه يقربوا من بعض، لأن هو المركز. فبدون الاقتراب من الله يبقى الاقتراب من الآخر هو نوع من الوهم، نوع من الوهم. بوهم نفسي كده. هنتكلم عن المشاعر ونحكي عن العاطفة ونشوف هو قد إيه إنها مزورة. فأول خطوة، عايز تاخد قرار غلط في حياتك، أنصحك اجعل الزواج هدفك الأول في الحياة، وسيب ربنا على جنب. ربنا ملوش علاقة، ممكن ربنا يكون وسيلة، ممكن يا رب سهل مثلا، لكن ربنا مش هو الأساس. دي أول حاجة. في بقى نصيحة خاصة للأولاد ونصيحة خاصة للبنات. من ضمن عوامل الفشل، لو عايز تفشل يعني إن شاء الله، خد قرارك بدري على قد ما تقدر. وانت في أولى كلية خش على طول وخلي ليك تارجت. ها يا جماعة ايه الأخبار؟ ايه الظروف؟ كده يعني. محدش ناوي يعجب بيا ولا ايه؟ أنا فظيع، أنا خطير كده. فخد قرارك بدري على قد ما تقدر. طبعا القرار السريع هو قرار متسرع، وقرار الواحد سهل قوي ان هو يكتشف بعد كده ان هو كان قدامه اختيارات تانية ربما تكون انسب. زائد ان القرار البدري يؤدي الى تجاوزات. كل ما العلاقة
تبدأ بدري في أولى تانية كلية، كل ما تخش في مشاكل كتير قوي قوي وتدخل في أبعاد مش لطيفة. زائد الكلام ده قلت لكم قبل كده، قلته لكم انتوا قبل كده، ان الولاد بيحبوا دايما يطلعوا على ما هو جديد. يعني يبقى هو في رابعه كليه ومستني الفيرجن الجديد، اللي داخلين لسه في اولى يقول ايه عايزين نشوف اخر طبعه جايه ايه. انت خلاص بتوع الاربع سنين دول احنا زهقنا منهم وحفظنا شكلهم، عايزين نشوف الجماعه اللي جايين جداد شكلهم ايه. هنيجي للكلام ده بنتكلم عن العاطفه. فيعني من ضمن الاخطاء يعني النصائح الذهبيه، خد قرارك بدري على قد ما تقدر، لا تنتظر احسن تتخطف ولا حاجه. النقطه الثانيه، ما تديش اي اهميه للاستقرار المادي او العملي. مش مهم انت هتشتغل ايه، مش مهم دخلك هيبقى شكله ايه، الفلوس دي اخر حاجه. يعني يتكلم في الفلوس ده يبقى انسان مادي جدا. لكن احنا يعني اكيد يعني المواضيع الماديه دي هتتدبر بشكل او باخر. دي من الامور المؤسفه اللي الناس بتستبعدها، بيعتبروا الكلام فيها كلام غير روحي. بينما طالما بنتكلم عن تكوين اسره، يبقى احنا بنتكلم عن استعداد مادي. لأن من ضمن عوامل تكوين الأسرة هي إيجاد مكان تعيش فيه هذه الأسرة وتنمو من خلاله، وتوفير مصدر لإعالة هذه الأسرة وهذه المجموعة. المسيح لما حب يشبع الجموع لقى حاجة، دور على حاجة، وكان ممكن يخلق لهم حاجة من عدم. لا، لازم أشوف إيه أنت معاكم، إيه اللي معاكم. فمن الخطورة بمكان إن إحنا لا نعطي أهمية للاستقرار المادي والعملي. وكتير من المشاكل بعد كده اللي بتحصل سببها عدم الاستعداد وعدم الاستقرار المادي والعملي. أنا أعرف أسر، مش عايز أحكي تفاصيل، يعني تعبانة جدا بسبب بعد ما اتجوزوا، بعد ما خدوا شقق تمليك بأقساط، هو مش لاقي شغل، والأقساط مطلوبة ومش عارف يعمل إيه. طب ما ده نسمي ده إيه؟ نسميه سوء تخطيط. انتوا عارفين في كام حالة طلاق في مصر في السنة؟ كام حالة طلاق؟ نضربوا رقم كده. طبعا احنا ما عندناش طلاق، يعني طلاق عندنا يعني في العدد ده حاجة بسيطة جدا. في 160,000 حالة طلاق سنويا في مصر. 160,000 طبعا هنضربها في 2، مش كده ولا ايه؟ على الأقل يعني في 320 شخص، 2 بيسيبوا بعض. وفي بقى حط عليهم كام عيل في الأسر دي فلك أن تتخيل إن في فركشة سنوية بهذا الحجم في مصر. وكتير من الأسباب اللي حللوها نتيجة إن الواحد بيقدم على الخطوة دي من غير ما بيراعي الظروف ومش عارف الحياة شكلها إيه. وبعد كده بعضكم يزعل مثلا يقول لك إيه؟ اتقدمت لواحدة قال إيه أبوها بيقول عايز شقة. ليه شقة يعني؟ ليه شقة تمليك؟ ايه فكره الشقه التمليك يعني؟ ما احنا كل سنتين نقعد في شقه وننزل العفش ونطلع بالعفش وطالعين نازلين. يعني ليه لازم يبقى في استقرار يعني؟ ليه؟ لا طبعا من حق اقول كده، ده كلام منطقي. يعني الشقه دي مش حاجه يعني مش مطلب رهيب خطير، يعني ده يعني اقل درجات الاستقرار الواحد يبقى عنده مكان. يعني حتى لو ايجار يبقى ايجار مش سنتين او 3 سنين، يعني ده مش حاجه خطأ. فيقول لك الفلوس مش كل حاجة. بصراحة الفلوس مش كل حاجة، بس هي أول حاجة. هي أول حاجة يعني to begin with، يعني to begin with. يعني دلوقتي أنت عايز تجيب عربية، أهم حاجة تكون بتعرف تسوق؟ لا، مش مهم تكون بتعرف تسوق. أهم حاجة يكون معاك رخصة؟ لا، مش لازم يكون معاك رخصة. أول حاجة في العربية إنك تكون معاك جزء معقول من ثمن العربية، ده لو هتجيبها تقسيط، مش كده ولا إيه؟ يا سيدي العربية هتتعلم، لما تجيبها هتتعلم، والرخصة هتطلع، مش مهم، بس على الأقل تجيب وزن. هتبدأ بإيه؟ لما يجي مثلا الأب يسأل واحد متقدم لبنته أنت بتاخد كام؟ ليه؟ يسأل ليه؟ هو ماله؟ يا حبيبي عايز أعرف بس هيصرف عليكم قد إيه في الشهر؟ هيطلع من جيبه عشور قد إيه عشان يدعمكم؟ الراجل ما طلبش حاجة صعبة. ولا أنتوا بعد الشر عندكم ما يكفيكم؟ أظن ده سؤال مشروع جدا يعني. فمن ضمن الأخطاء ما تديش أي أهمية للاستقرار وسيبها على ربنا. مع إنه ممكن في حاجات كتير مش محددة، لا معروف هدخل الجيش ولا لا، ولا معروف هشتغل فين، ولا معروف هشتغل بعد قد إيه،
ولا معروف هستقر في الشغل اللي انا بشتغل فيه ولا لا. كل ده مش معروف، لكن بقدم على الخطوه من غير ما اعمل لها اي حساب. دي النصيحه التانية. يبقى اول حاجه خد القرار بدري على قد ما تقدر، وما تديش اي اهميه للاستقرار المادي او العملي. دي حاجات مش هنبني بيتنا طوبه طوبه، الكلام بقى اللي بتسمعه في الاغاني. اجعل العاطفه هي التي تقود. دي اهم نقطه بقى. خلي المشاعر هي اهم حاجه. طيب انتوا عايزيننا يعني نتجوز من غير مشاعر ولا ايه؟ ما المشاعر دي حاجه مهمه جدا، صح؟ بس ضع في اعتبارك بعض الامور فيما يخص العاطفه. اول حاجه ان العاطفه، الحمد لله على السلامه يا قرآن، نورت. العاطفه هي في الاساس وفي الاصل هي عامه وليست خاصه. يعني انت بتحب البنت دي، عايز ترتبط بيها، انت متخيل ان انت معنى ان انت بتحبها ان كل عواطفك تجاه الجنس الاخر تركزت فقط في البنت دي؟ انت مش واعي ان رغم ان انت بتحبها الا ان انت عندك ميل طبيعي للجنس الاخر كله؟ انت مش واخد بالك من الموضوع ده ولا تحب افكرك؟ فالعاطفة في الاساس عامة مهما بدت خاصة، وبالتالي طالما هي عامة فهي قابلة للتغيير والتبدل. وده اللي بيخلي المرتبطين دايما خايفين والمتجوزين دايما مطمنين. يعني الست تبقى نايمه وحاطه بطنها بطيخه صيفي ومرتاحه، سايبه جوزها بقى بيتعامل مع ستات الدنيا والاخره، خلاص هو خد قراره، خد موقفه، خلص انتهى. لكن الا اذا كانت غيوره بقى طبعا ده موضوع تاني. لكن خلي واحده كده تدخل تلاقي البوي فريند بتاعها واقف بيتكلم مع بنت عادي، بيحبني؟ لا، نقلك. ممكن المشاعر تتغير، لان هو اصلا بالرغم من انه عنده مشاعر خاصه جدا ناحيتك الا انه عنده مشاعر ايضا تجاه كثيرات، لان دي حاجه طبيعيه، حاجه كيميائيه. الولد بالذات اكتر يعني الولد يعني قلبه متسع. احدهم قالها بصراحه، يعني قال لي مساكن شعبيه، اصلا مفيش حاجه اكتر من كده. القلب مساكن شعبيه، في اكتر من مساكن شعبيه. انا مبسوط من صراحته، يعني هو الوحيد اللي قدر يقولها بمنتهى هذه الصراحه يعني. فهو قلبه يتسع لكثيرين. نخلي بالنا من الحته دي. العاطفه التي تقود هي اول حاجه عامه في الاساس مهما بدت انها خاصه، متغيره مهما بدت قويه، تصعد وتهبط. يعني ممكن الواحد يفاجئ ان هو مثلا اتلخم في شغله، او انت اللي تتفاجئ مش هو اللي يتفاجئ. يعني اتلخم في شغله، قعد يومين ثلاثه في ظروف مشكله ما اتصلش بيكي. هو في ايه؟ عمال ارن عليه كنسل واكلمه ما يرد عليا، مش معايا. ايه الحكايه؟ اصل في حاجه مسيطره على دماغه، في حاجه شغلاه. الله، هو كده مش بيحبني؟ لا بيحبك، بس القوه المشاعر ما هياش حاجه ثابته. ممكن تزيد ممكن تقل، ممكن الواحد يتلخم عن حاجه فتلاقي الموضوع مفيش التركيز والاهتمام، يقول لك انا مش حاسه ان هو مهتم. هو فعلا مش مهتم عشان في حاجات تانية واخده اهتمامه، في شغله، في المشاكل اللي بتقابله، في قلقه الشغل بتاعه يروح. ان خلي بالكم انه رمانة الميزان بالنسبه للولد مش المشاعر. رمانة الميزان او صمام الامان في حياه الشاب هي عمله، شغله. لان هو لو الشغل راح يبقى كل حاجه راحت بما فيها حضرتك، صح؟ فده الاساس بالنسبه له. فما نستغربش لما نلاقيه ممكن شويه يتاخد، ممكن يتسحب شويه نتيجه اهتماماته. فالعاطفه عامه ومتغيره وانانيه ايضا مهما بدت معطاءه. يعني ايه انانيه؟ بنقولها بصراحه، يعني ان انا محتاجك، انا محتاجك، انا محتاج لك، انا محتاجه لك. طب ما هو الاحتياج ده رغبه في الاخذ، بينما الحب رغبه في العطاء. والمحبه لا تطلب ما لنفسها، قالوا لنا كده.
وأنا بأحب بحسب أنا مش بحسب الآخر. يعني المحبة تعتمد على ما هو أنا فيه مش على ما هو الآخر فيه. بحب الآخر عشان أنا عندي حب مش عشان الآخر يحب. فالعاطفة دي بقى لو خليناها تقود هي اللي هتكون سبب الخراب فيما بعد. لأنه دايما بيحصل في السنة الأولى للزواج اللي كنا بنتكلم عنها المرة اللي فاتت لما كان الأخ اللي كان هنا في الناحية دي كده فاكر سأل عن الحتة دي، إنه الناس بعد ما بتتجوز العواطف بتهدى قوي. ما سبب هدوء العواطف بعد الزواج؟ إيه السبب تفتكروا؟ حد يقول لي كده، فكر. ليه المتجوزين بيبقوا باردين؟ وليه المخطوبين يعني ملهوفين؟ ايه السبب؟ اي ضمن دي حاجة تانية، مفيش وحشة. يعني مش هقول لها وحشتيني يعني ابقى كذاب صراحة، صح؟ تقول له انت ليه مش بتقول لي وحشتني زي زمان؟ يعني اكذب عليكي ابقى منافق؟ انا ما اتعلمتش اقول حاجة انا مش حاسسها، يعني اقول لك اي كلام وخلاص فتتاخد هو كده معناها ان الحب قل؟ لا، اصل احنا من الاول قايسين الحب بمعيار المشاعر، لكن الحب اصلا بيتقاس بمعيار اخر اسمه معيار المواقف. معيار المواقف. يعني كانت في واحده من شويه كده تحكي لي عن حماتها ان هما الاثنين يعني مش قريبين من بعض. قلت لها تعرفي هيجي وقت هتحبوا بعض جدا انت وهي. تقول لي امتى؟ قلت لها لما تتعب ان شاء الله، لما تكبر في السن، هي قربت يعني، وهتبتدي تحتاجك وانت هتقدمي لها محبه وهي هتستقبل المحبه دي. فلما انت تخدميها بحب انت هتحس انك بتحبيها فعلا وهي هتحبك. ليه؟ ساعتها مفيش مساحه بقى للحب والكراهيه، في مساحه للمواقف. ان الشخص ده احتاجني وقفت معاه. ده الحب الزيجي اللي نعرفه. لكن الحب بتاع المشاعر ده، طب بقول لك حاجه، ماذا لو شعرت انا بعد ما اتجوزت ان مشاعري بتتحرك تجاه الجنس الاخر؟ هو الجواز بيقفل المشاعر بالضبه المفتاح؟ خلاص اتجوزت، خلاص مش هشوف غير مراتي. لا، انا ملتزم امام الله تجاه مراتي. في حاجه لما تيجي مثلا تحجز شقه في مشروع، يقول لك ايه، انت عايز شقه في المشروع الفلاني؟ احنا هنعمل كذا عماره. طيب الشقه بكام؟ بكذا. تروح دافع قسط وبعد كده قسط وبعد كده قسط، وانت مش عارف هتاخد الشقه شكلها ايه ولا انهي عماره. وبعد كده يقول لك تعالى بقى نقعد عشان هنعمل ايه بقى؟ تخصيص. يعني ايه تخصيص؟ هنعمل قرعه زي ما انتوا قلتوا، من خلال القرعه دي كل واحد هيعرف بقى الشقه اللي هياخدها. لما ياخد الشقه دي بقى خلاص، الشقه دي خلاص دي بقت ماي اون. هنا بقى في تخصيص. فالمشاعر هي عامه في الاساس، انا واخد شقه في الحته دي تطلع زي ما تطلع. لكن هيقولوا لي بقى في تخصيص، ابتدي بقى الشقه اللي انا خدتها دي اهتم بيها اهتمام خاص، اشطبها بقى بطريقتي، دي بقت بتاعتي. فهي فكره الزواج كده. المشاعر يحدث في الزواج تخصيص، خلاص دي بقت بتاع فلان. انا كنت حابب الموضوع كله. طب والشقه التانية كويسه؟ طبعا الشقه دي دخلتها حلوه عجبتني، دي عجبتني، بس الشقه دي بتاعتي، ما يقول. ادي معنى، وعشان كده بيسموها تقديس. كلمه تقديس عموما تعني تخصيص. الحاجه دي مقدسه. يعني ايه مقدسه؟ يعني مخصصه لله، عشان كده بيسموها مقدسه. فنخلي بالنا موضوع العاطفه. فاني لو انا متجوز الاقي مشاعري تتحرك، ده امر طبيعي، بس ده تحرك لا يعني شيء، ده امر طبيعي. دي كيمياء طبيعيه او غريزه طبيعيه او حاجه طبيعيه ربنا حطها جوايا تجاه الجنس الاخر. قلنا انها موجوده من بدايه، والزواج ما هو الا تخصيص لما هو عام. فده النقطه الثالثه، اجعل العاطفه التي تقودك، دي النصيحه الثالثه. الرابعه بقى، اسمح للاخر ان يقودك لا ان تقوده. ازاي بقى؟ دي النصيحه دي اللي ولد على فكره. يعني خلي الموضوع يبدا من عندها. استجيب لاهتمامها بيك. تقول لي فيها ايه يعني؟ ايه المشكله لما واحده بتحبني
واهتمت بيا فانا هحبها طبعا. اقول لك لا، ايه الغلط في كده؟ اقول لك ده عكس القانون الالهي الطبيعي. ليه؟ الطبيعي ان الحب وبمبادرة الحب تبدأ من الرجل، ده القانون الالهي، وهنحتاج الكلام ده بعد كده. ليه؟ عشان ما يجيش وقت بعد كده تعايرها وتقول لها انت اللي من الاول اللي رميتي نفسك عليا، انا ما كنتش عايزك، انت اللي حبيتيني وقعدتي تبعتي لي رسائل وبعتي لي اضافه على الفيس وانت مش عارف عملتي لي ايه الانجيل قال ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه. المبادره جت من المسيح، ما جاتش من الكنيسه. ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. فانت تقول لها كده، مش انت على فكره اللي اخترتيني، انا اللي اخترتك، وده على فكره احسن لك. زائد انه لو حصل رفض من الولد لاهتمام البنت بيبقى الموضوع جارح جدا ومش لطيف خالص في حق البنت، ويحسسها بقله القيمه، ودي مش حقيقه، بس الوضع اللي البنت بتحط نفسها فيه هو اللي بيخليها تبدو كما لو كانت هي الشخص المرفوض. فلا تسمح للاخر ان يقودك، اسمح للآخر. لو العكس بقى، لو انت عايز الموضوع يفشل اسمح للآخر ان يقودك لا ان تقوده. وبعد كده برضو لو كانت البداية دايما منها هيبقى بعد الجواز نفس الحكاية برضو، هتستلم هي برضو زمام القيادة، هتبقى دايما هي الليدر في كل حاجة وانت تمشي وراها. تعمل زي واحد في الانجيل، مين اللي مشي ورا مراته وغرقته في الانجيل؟ حنانيا. ومين تاني في العهد القديم؟ ابراهيم. طب ابراهيم غرقنا احنا مش غرقك. اخاب لما مشي وراها غرقنا، جاب لنا اسماعيل بقى وما ادراك. اخاب مراته قالت له انت مالك زعلان كده ليه؟ قال له لا نبوت اليزرعيلي الوحش مش عايز يديني الحق. قالت له اركن اركن اركن، سيب لنا الموضوع ده، انت تملك على اسرائيل، اركن. جابت الاختام وختمت وعملت وخلصت وضاع. اصل مش دورها، انت اديتها دور مش دورها، الغلط مش عليها. على فكرة اي حد يقول لي فلان مراته ماشياه او امه مراته ماشياه، بقول له العيب مش فيهم، العيب فيه هو اللي سمح ان الاخر يقوده، مش الاخر هو اللي غلطان، انا اللي غلطان. فالرجل رأس المرأة. الانجيل حسب الموضوع ده، لان الرجل هو اللي بيتحمل المسؤولية. يعني دلوقتي افرض ان انت في تانية كلية ولا في اولى كلية، وواحدة زميلتك قالت لك يا فلان بصراحة، او ألمحت قالت لك بصراحة انا يعني معجبة بيك، يعني مش عارف اقول لك، احنا في عصر الانترنت وبلاش التخلف بتاع زمان ده، ايه لازم الولد هو اللي يقول للبنت؟ يعني لا، انا اللي بقول لك منتهى الصراحة يا فلان انا بحبك، انا معجبة بيك. انت لو نصح تقول لها ايه بقى؟ لازم شقة تمليك الاول. الله، مش الغاوي نقط، مش انت اللي عايزه؟ ما اصل ليه الراجل اللي هو اللي جاب ده؟ لان هو اللي بيتحمل مسؤوليه الاختيار، عشان كده لازم هو اللي يبدا، لانه عارف هيقدر يعمل ايه، عارف الموضوع هيمشي ازاي، عارف الخطوات بعد كده هتمشي ازاي. فلا يصلح ان الموضوع يبدا من الطرف الاخر، ده عكس الطبيعي بتاع ربنا. على فكره الكلام ده مره قريت كتاب، حتى كان كتاب امريكاني، يعني كان كاتبه قس امريكاني شاب جدا، كان بيقول نفس الفكره دي. ده اساس، ده نظام كوني ربنا حطه، مفيش حاجه اسمها مجتمع متخلف ومجتمع راقي، لا، المبادره دائما تاتي من الشاب ولا تاتي من الفتاه. اخر نصيحه بقى اقولها لك عشان الموضوع يبقى فاشل، من اجل الفشل كل ده انا قلبي عليك يعني، ابتعد عن كل من له راي لا يريحك في موضوع الارتباط. لو اب اعترافك بقى هيدوشك ويقول لك بقى يا ابني مش وقته وصلي، بص سيبك من اب الاعتراف ده، روح لواحد تاني، او سيبك من الاعتراف اصلا وسيبك من وجع الدماغ ده ومحدش يتحكم فيك، انت شايفه اللي شايفه صح اعمله. هو مش بيتحكم، هو بيقول وجهة نظر. لا، ما هو وجهة النظر دي بتتعبني بقى، بتلخبطني، مش عايز حد يقول لي حاجة ما تريحنيش، عايز الشخص اللي قدامي يقول لي الكلام اللي انا عايز اسمعه، والا يبقى بلاش اروح له اصلا. فابتعد عن كل من له رأي لا يريحك في مسألة الارتباط.
وطبعا مش بس قبل الاعتراف، الأصدقاء، الأصحاب، الأب والأم، الإخوات، أي حد هيقول لي إن أنا الوقت ده مش وقته، أو إن القرار ده مش وقته، يبقى بلاش الشخص ده، أو حاول ما أتكلمش معاه أصلا. فدول ال5 نصايح بتوع الولد. قولوا لهم بسرعة: خد القرار بدري، ما تديش أهمية للاستقرار المادي والعملي، مبقاش مادي، ما تفكرش في الفلوس خالص، خلي العاطفة هي اللي تقود، أو خلي الآخر هو اللي يقود. آخر حاجة: ابتعد عن كل من له رأي لا يريحك في مسألة الارتباط. دول ال5 نصايح للولد. البنت بقى نتوصى بيها شوية، نديها 7 نصايح. دايما تلاقي وصية الولد، حتى الوصية في الفرح مش كده، تلاقي بتاع قد كده للعريس، والبنت قد كده. تفهمش ليه يعني. توصيين بيكوا يعني، فأنا متوصي بيكوا برضه. فنقول 7 حاجات بسرعة للبنت. أول حاجة، عشان جوازك يكون فاشل، اجعلي ارتباطك مجرد رد فعل لاهتمامه، دون مراعاة لاعتبارات الوقت والفروق الدراسية والاجتماعية والحالة المادية الخاصة بيه. يعني شخص اداني اهتمام، ده ساعات بيحصل حاجة عجيبة قوي. يكون مثلا احنا في جروب، اكتر واحد ما بطيقوش في الجروب ده فلان، وإذ فجأة الاقي فلان اللي انا ما بطيقوش ده واكتر واحد ما بيعدليش ابتدى يهتم. طبعا صديته، ايه ده، ما بقاش غير فلان، ايه فلان ده انا اكتر واحد ما بطيقوش اصلا. ابتدى يهتم اكتر. وبعدين ما بقاش بيهتم. هو ليه ما بقاش بيهتم؟ بقاله فترة مش بيهتم بيها ليه؟ بعد كده رجع يهتم تاني. ايوه كده، اظبط على كده، او زود شويه. الله، بقيت احب انه يهتم. طب الشخص ده على كل المستويات، انا عارف ان هو شخصيته مش بتعجبني، مش ما يملاش دماغي، افكاره ما بتعجبنيش، شخصيته فيها عيوب كتير قوي، احنا الاثنين ما نركبش على بعض، لكن المشكله انه يهتم بيا، فانا لا استطيع ان اقاوم هذا الاهتمام. دي مشكله. عشان كده دايما بقول، يعني بديك سر المهنه، لكن مش عشان تستعمله، عشان ما تستعملوش. ان الطفاشة اللي بتفتح قلب اي شخص، انت عايز اي شخص يحبك، في طفاشة كده تفتح بيها القلب يتفتح معاك على طول. الطفاشة دي اسمها ايه؟ الاهتمام. اي حد بقى، ان شاء الله يكون بتاع الجرايد، اي حد تديله اهتمام خاص، تحفظ اسمه، لو حد بتعامله في الشارع يعني. صدقني كان في واحد كهربائي كده، كان جه مره عمل لي شغل تكييف في الشقه، فحفظت اسمه، كل ما اقابله: اهلا، ازيك يا فلان، واخده بالحضن. بقيت احس بعد كده لما بينبسط لما قابلني، يعني عايزني مجرد حد يعني يسلم عليه بترحاب، يعني حاجه مش لاقيها. انا قريتها فيه كده، حسيتها فيه. فالانسان بطبيعته بينجذب، بس ده ما ينفعش يعني يبقى ده على اساسه ارتبط، لان الارتباط مش رد فعل. هتقولي لي: ما انت قايل من شويه مش احنا اللي ناخد المبادره، يعني اذا انت في وضع رد الفعل. لا، مش في وضع رد الفعل. لما بيجي لي حد، لما بيخش في حياتي شخص معين، بفكر الاول، وبصلي، وبستشير الناس اللي حواليا، وبعمل حاجات كتير قوي تساعدني، وبطلب مشيئه ربنا، وفي الاخر باخد القرار. يبقى القرار ده فعل، مش رد فعل، مهما بدا ان هو رد فعل. فدي اول حاجه تضمن ارتباط فاشل. خلي ارتباطك مجرد رد فعل لاهتمامه، وبعد الجواز ما تلاقيهوش. خلي بالك، الاهتمام الرهيب الخطير ده اللي هو شدك ليه، مش هتلاقيه بعد كده. هتلاقي الشخص اللي كان يتمنى نظرة منك يجي من بره مش طايق نفسه، ويقول لك: انت ما عملتيش الاكل ليه، ويشخط وينطر، لانه بقى جاي تعبان. ودي طبيعة الحياة، يعني مش بقول ان هو وحش يعني وبقى وحش، لا، الحياة مش كلها تدليل، يعني مش كلها دلع، لا، في حاجات محتاجة فعلا جدية، وفي احتياجات لكل إنسان فيه. فما تخليش ده مجرد. دي أول حاجة. تاني حاجة، نصيحة يعني: اوعى تاخد رأي الأسرة غير في الآخر خالص. النقطة اللي كان أبونا بيسأل فيها، ما تاخديش رأيهم دلوقتي. بعد ما نرتبط ونحب بعض، وبعد ما تخيل إن حياتي مش هتمشي من غير فلان،
ابتدي اقول للاسره، وافاجئ بقى ان الاسره طبعا معترضين، الشخص ده مش جاهز، ظروفه مش مناسبه، مش عارف في ايه وايه 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 وايه، في اعتراض. بس احنا ارتبطنا. طب انت قلت لنا انتوا مرتبطين بتكلموا بعض بقالكم قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين؟ من غير ما احنا نعرف. طب ما انت خلاص انت كده دخلتي في وضع انك ما حطيتي نفسك في مشكله هنتكلم عنها دلوقتي. فيعني نصيحه، لا تاخذوا راي الاسره الا متاخرا. احنا قلنا المره اللي فاتت احنا بنتكلم عن الاسره المثاليه، يعني ان مفيش اسرار ومفيش خوف. يعني فلان كلمني النهارده البيت يكون عارف. مش هقول بس في بعض يقول لك ايه، طب انا قلت لماما لكن بابا مش عارف. طب ممكن بابا يعقد الدنيا، ماما عارفه بقى لها سنه واثنين وثلاثه، وده معناه برضو ان البيت عندكم مش مترابط. ماما حاجه وبابا حاجه، ماما تعرف حاجات وما تقولهاش لبابا، هو ده مش مظبوط. الطبيعي ان احنا كاسره متحابه، بحسب ما انتوا قلتوا ان الاغلبيه المره اللي فاتت الاحصاء بيقول انه اغلبنا في اسر حلوه وجميله ومترابطه. المفروض ان احنا بنطرح كل حاجه على الطاوله من بدري، من البدايه. ويا سلام بقى لو تكلمي مع بابا في الاول تبقي هايله. ايه رايك يا بابا في واحد كذا كذا كذا، رايك ايه؟ لا يا بنتي الكلام ده مش. طب شوفي كده فلان ده ولد كويس ومحترم، بس قدامه قد ايه؟ قدامه سنه، مش مشكله لو سنه فعلا، ايه المشكله؟ ممكن تتكلموا مع بعض وتتعرفوا السنه دي. يبقى البيت معايا في الموضوع، ساندني. لكن افاجئ ان البيت بياخد فكره، البيت بيعرف. ما ينفعش. البيت بيشارك في اتخاذ القرار. الكلام ده بقوله للبنات، انتوا كده خلاص خلصتوا الشاي بتاعكم بقى، تمام. عايزين تروحوا اتفضلوا، انا بقول لكم. فما تاخديش راي الاسره ولا متاخر، اوعى تقولي لهم بدري. النقطه الثانيه بقى، اسعي وراه اكتر ما هو بيجري، يعني اجري وراه اكتر ما هو بيجري وراكي. خلي سرعتك اكتر من سرعته. كتير جدا بنقول للبنات لو سمحتي، مش هو اللي بدأ، شفتها ان هو اللي بدأ ولا انت اللي بدأتي؟ احنا قلنا المفروض ان هو اللي يبدأ، صح؟ المفروض يبقى هو اللي سابقني في المشاعر. ليه سابقني؟ هو فكر فيا قبل ما انا افكر فيه. هو كون مشاعر وابتدت المشاعر دي تكبر جواه وانا مش دريانه بحاجه. وبعد ما قعد وده مع نفسه كتير وقارن بين شعوره ناحيتي وشعوره ناحيه بنات كتير عرفهم قبل كده، قال لا ده احساس مختلف ودي انسانه مختلفه وانا حاسس دي اكتر واحده تفهمني. كل ده وانا مش فاهم اي حاجه. واذ فجاه جه قال لي القرار. اذا بينما هو وصل للماكسيمم انا هبدا من الصفر. خليه دايما سابقك بقى. ما يجيش بقى وقت تبتدي انت بقى سرعتك تزيد عنه، دي بقى تعمل له خنقه. يعني فلان دي ابتدت تخنق عليا. ازاي؟ رنيتي عليا، ترن عليه يروح مكنسل، ترن عليه يروح مكنسل. يا بنتي انا قاعد مع المدير، افهمي. لما كنسل عليك ما تفضليش ترن عليا كده تزهقيني. ايه اللي حصل؟ السرعه زادت. هو ما اتصلش، انت ما تتصليش وتعرفي ساعتها ايه اللي حصل. لكن خليه دايما هو اللي سابق، هو دايما محبته اكتر، هو الاكثر احتواء، لان هو اللي عايز، انت ما رحتلوش، هو اللي جالك. فخليه دايما هو، ما تقوليلوش لو سمحت تهتم بيا اكتر، ما تشحتيش منه الاهتمام في مرحله الارتباط والخطوبه بالذات، ولا بعد الجواز صدقوني. لكن مبدئيا ما تطلبيش اهتمامه. انت اجبرتيه على حاجه مش عايز، بلاش. فخلي سرعتك دايما اقل من سرعته، والا العكس بقى. قلنا اول نصيحه خلي ارتباطك مجرد رد فعل. تاني حاجه ما تاخديش راي البيت غير في متاخر. تالت حاجه اجري وراه لغايه لما يفطس، واول ما يشوف يحطك على البلوكينج نمبر. رابع حاجه اتعلقي بيه، هو حياتك، هو عمرك كله. في اسر بتخرب لسببين عكس بعض. اما
بيكرهوا بعض قوي، الزوجين بيكرهوا بعض لدرجة العداء، إما بيحبوا بعض لدرجة العبادة. والاتنين غلط. الاتنين غلط. ليه؟ أنا دلوقتي تخيلوا إحنا الحمد لله اتجوزنا والحياة الزوجية نجحت وكوننا أسرة، والشخص ده كل حياتي. لا، مش حاجة اسمها كل حياتي. في واحد بنيجي هنا في الكنيسة ولا بننافقه بقى، أبونا بيقف هنا لأنك أنت هو حياتنا كلنا، اللي هي الحياة هي المسيح. فالشخص ده مش حياتي. لا، مش حياتي. أنا بحبه من خلال ربنا. ليه بقول الكلام ده؟ عشان الشخص ده لما يحصل أي ظروف واردة تحصل لأي شخص فينا، أنا أو أنتوا أو أي حد فينا، مش هقول بعد عمر طويل أو بعد عمر قصير، الحياة ما توقفش. في ناس حياتهم وقفت لأن شريك حياتهم كان هو حياتهم. فلو سمحتوا بلاش الحب الزيادة قوي لدرجة العبادة. أحبه من خلال المسيح مش من خلال ذاته. هو مش هيعيش لي للأبد، في معز يمكث معي إلى الأبد، لكن شريك الحياة يرافقني في غربة حياتي. لكن غلط أن أنا أتعلق به هذا التعلق المفرط. دي نصيحة رابعة. تاني حاجة، خلي ربنا الاستبن. خلي ربنا في حالة الزنقة بس، يعني لما نتزنق نلجأ لربنا. الحياة بيننا ماشية زي الفل، خلاص ربنا إيه لازمته؟ إحنا إمتى؟ يعني في واحد، أنا واحد من الناس ما نزلتش استبن العربية بتاعتي بقالي مثلا 4 سنين 5 سنين، ما احتجتوش. فالاستبن ده حاجة ممكن حياتك تمشي من غيره سنين. استبن. ففي ناس كتير ربنا بالنسبة لهم هو العجلة الاستبن، مش حجر الزاوية، لا ده هو الاستبن في الزنقة بس. ما نلاقيش قدامنا غيره، اضطر ننزله. عجلتين باظوا فاضطر انزل عجل الاستبن. في واحدة هنصلحها وفي واحدة هنزودها وفي واحدة باظت، لا هنضطر بقى آسفين نلجأ للاستبن. في ناس كده بنلجأ لربنا في حالة في النهاية فقط يعني. النصيحة السادسة، ابعدي عن أصحابك. هو كفاية الشلة. بصي كنت زي مع أصحابك البنات وبتاع وشلة لذيذة، خلاص مش أنت خلاص اتخطبتي أو ارتبطتي بفلان، بيعي بقى العيال بقوا بدرجة تانية، وسوسي عليهم بقى، يعني زي ما نسوس على بعض بقى ونتلائم وما نحكيش كل حاجة وحاجات كده. خلاص احنا تلاقوا مثلا في الكليات كنا جروب لذيذ جدا مع بعض، كنا 7 8 أشخاص ولاد وبنات إلى أن فلان ارتبط بفلان. نيجي نقف معاهم، أجي ألاقيهم واقفين مع بعض، أو ما أدخل كده أسلم عليهم يقولوا لي يعني تهوى كده، شم هوا، خليك لطيف، خليك لارج، مش شايفنا بنتكلم مع بعض؟ مفيش سنس؟ فخلاص احنا بعدنا بقى هنبعد بقى عن الشلة. كل الناس بقى بالنسبة لي درجة تانية، خلاص أبعد عن الناس. بينما الكابلز الناضجة الحلوة دايما بيسعدوا لما يكونوا وسط الجروب، يفرحوا أكتر لما موجودين وسط الناس، مش هيبقوا موجودين مع بعض بعيد عن الناس. لأن احنا اتخلقنا عشان نعيش وسط مجتمع، مش في وسط جزيرة زي ما بتقول الأغاني الخيبانة. لا، احنا اتخلقنا عشان نعيش مع بعض وسط مجتمع بنسعد بيه وبنختبر نضجنا من خلال تعاملنا احنا الاثنين مع هذا المجتمع الأوسع. وبعدين أنا من خلال الشركة، من خلال الناس بقدر أوصل لقرارات صح. من خلال الشركة بشوف اللي قدامي على طبيعته. يعني أنت مثلا عايزة تاخدي قرار، طيب شوفي الشخص ده في الرحلة هيتعامل مع الناس ازاي، وانت برضو نفس الكلام. معلش هضطر اجيلكوا كده دقيقة يعني طالما ما مشيتوش يعني. عايز تعرفها، شوف هتتعامل مع الناس اللي حواليك ازاي. لكن مش احنا الاثنين نقعد قدام بعض وحاطين مش عارف زي بيقولوا كده كوبايتين ليمون وقاعدين نتكلم، وكل واحد عمال يفكر في الكلمة قبل ما تطلع ويوزنها ازاي ويوزن تصرفاته ازاي. فالكلام طبعا كله مفتعل. لكن خليني على طبيعتي، اتعامل مع الناس وسط الشركة هبان على طبيعتي وهي هتبان على طبيعتها. فبلاش القوقعة دي ان احنا ناخد نفسنا بعيد عن الناس واللي احنا كده مبسوطين ببعض. اخر نصيحة بقى دي بقى اللي ايه مدمرة بقى، دي اللي تجيب بقى الاخر. لا تعطي لنفسك احتمالية فشل.
ما تحطيش احتمال 1% العلاقه مش هتكمل. احنا ملناش غير بعض، ما اقدرش اتخيل نفسي مع حد تاني غيره. يا سلام لو وصلتي للمرحله دي اهنيكي من كل قلب. يبقى انت كده يعني ضمنتي ان الموضوع ده لو باظ حياتك كده انتهت. مش بس ضمنتي انك مش هتتجوزي، وده وارد جدا بسبب الموقف ده، لكن يضمن ليكي التعاسه مع اي شخص ترتبطي بيه بعد كده. التعاسه هنا مش ان انت تبقي تعيسه معاه بس، هو كمان يبقى تعيس معاكي، يعني انتوا الاثنين بدل ما تساعدوا بعض تتعسوا بعض. فالنصيحه دي حقيقه غاليه جدا. اتعودنا لما نخش في اي مشروع ارتباط ما نحطش ابدا احتماليه فشل، وده معناه بصراحه بدون زعل يعني ان احنا مش حاطين ربنا ومشيئته في الموضوع. دور ربنا هنا انه يمشيلنا اللي احنا عايزينه. في اوقات كتير قوي بنكون مش عارفين نمشي ازاي. مثلا في موضوع ارتباط، في 2 مخطوبين مش قادرين نحس هل ربنا الموضوع ده هيكمل ولا مش هيكمل. في امور ظهرت، في اختلافات ظهرت ما كانتش باينه في الاول. هل الاختلافات دي تعوق ان احنا نكمل ولا ما تعوقش ان احنا نكمل؟ هل لو انا خدت قرار ان انا ما اكملش هندم على القرار ده واقول ان انا رفضت من اجل شروط تافهه ما كانتش تستاهل؟ هل انا حطيت امور مثاليه زياده؟ طب ازاي اعرف اخد قرار صح؟ هنا بقى محتاج يد اخرى، محتاج ايد من فوق كده اقول له يا رب انا مش مصره على حاجه، اللي انت شايفه صح، اللي انت شايف يا رب ان الموضوع ده في مصلحتنا احنا الاثنين، لان الخساره هتقع على الطرفين على فكره. مش حد هيضحك على التاني في الجواز، ما حدش بيضحك على التاني على فكره. ما حدش بيكسب والتاني بيخسر، يا الطرفين بيكسبوا يا الطرفين بيخسروا. فانا لما باخد قرار يزعل الطرف التاني وانا شايف انه صح وانه لمصلحتي، ثق تماما لمصلحته، لان اللي هيعود عليا بالفايده هيعود عليه بالفايده، ولا يعود عليا بالضرر هيعود عليه بالضرر. لو انا كملت في مشروع كل المؤشرات بتقول ان هو مش مشروع ناجح، عشان ما زعلوش، عشان ما اجرحوش، او العكس، في الواقع انا بضره وباذيه وباذي نفسي، والضرر هيعود علينا احنا الاثنين مش على طرف دون الاخر. انا كده قلت خلصت ال7 نصائح بالنسبه للبنت و5 نصائح بالنسبه للولد. لو حد يحب يناقش يعني مرحبا بمداخلاتكم. اتفضلي يا ديانا. حصل ورديت عليه. مش فاهم الرد، اكتب لك الشرح بتاعه على اصل ردك الموضوع اللي طرحتيه مش ماشي في السياق بتاع موضوعنا. ما أنا نعم. ما ينفعش نفكر بالطريقه دي، يعني ما ينفعش تقول ليه ربنا استنى ده كله. كانت بتتكلم عن السامريه بتقول ليه ربنا استنى عليها بعد ما اتبهدلت واتجرحت ومرت بخبرات صعبه، يعني عرفت 5 أزواج والذي لا، مش كده ديانا؟ فوليه في الاخر ربنا اتدخل؟ ما اقدرش افكر بطريقه يعني ربنا جه اتاخر او جه بدري، لان انا مانيش من الحكمه ان انا اقدر افكر او اعدل على عمل ربنا. النقطه انا رديت عليكي رد صغير قوي مقتضب، قلت لك ان ربنا كطبيب مش معني بالاسباب. انت تقولي ممكن تكون اختتنت، ممكن تكون مش عارف حصل لها ايه وهي صغيره، ممكن تكون ما لقيتش حنان من البيت، ماشي، وهو ربنا ما بيلومش الانسان على الظروف اللي بيمر بيها يعني. وفي نفس الوقت ربنا مش دوره انه يكتف كل العوامل الشر اللي حواليا يمنعها عني. هو ما قالش كده، ما وعدش بكده. ده النقطه اللي كتبتها. ربنا ما وعدنيش ان انا يا ابني ما حدش هيسيء ليك، ما حدش هيزعلك. ربنا ما قالش كده. انت السؤال العكسي، ليه ربنا راح لها؟ لان في كام واحده زي السامريه؟ ملايين في وقتها. ليه راح لها هي بالذات؟ ده ربنا بيروح لناس وناس لا. هو ده السؤال. نعم. ربنا فحص ليه زكى بالذات وريحه مليانه ناس؟
مليان عشارين يعني. هو اللي باقيين هو بيفحص قلب الانسان. الشخص ده عنده استعداد، الشخص ده مش فكره ربنا تقسيم الناس، مش عنده ناس حد حلو وحد وحش، لا، حد بر وحد شرير، لا، حد عنده استعداد يقبل وحد ما عندوش استعداد انه يقبل. المره اللي فاتت من كام يوم كده كنت شفت كذا فيديو لناس متنصرين. في واحد اسمه كريم العقيلي، يا ريت يا جماعه تشوفوا الفيديو بتاعته. يعني الراجل ده كان بتاع تنميه بشريه ولسه يعني مسافر من قريب ونزل الفيديو بتاعه على اليوتيوب. وواحد تاني برضو امبارح لسه كنت شايف الاختبار بتاعه. كل واحد منهم قال نفس العباره: اشمعنى انا يا رب؟ ليه انا بالذات يا رب اللي اخترتني؟ اشمعنى انا بالذات دون في زي ملايين مش مؤمنين واخترتني انا بالذات ليه؟ وده السؤال. انه انت دورت، انت شاغل بالك، انت عندك استعداد تقبل. يعني دلوقتي انا لو عايز هتقدم لواحده موجودين، هتقدم لواحده انا عارف انها مش هتقبلني، هتقدم للإنسانة مبدئيا اللي عارف انها هتقبلني، لكن ما افرضش نفسي على حد انا عارف انه هيرفض. كم مرة اردت انتم لم تريدوا، خلاص. واحد عاجبه حياته، واحد شايف نفسه صح، واحد مش عايز يتعلم بس. طيب سؤال تاني، مش عايزين نستغرق في الحتة بتاع ديانا عشان هي بره عايزين نركز في قصة الارتباط نفسه. ايوه. أنا عندي كذا استفسار كده. رقم واحد، في أول نقطة اتكلمت عنها عن بخصوص الحب، إن هو مخبوط والعطاء أكثر من الأخذ، وفي نفس الوقت المحبة لا تطلب ما لنفسها. هل التعبير عن الاحتياجات ما بين الشخص اللي هو ما بين المرتبطين أو المتزوجين، إن أنا محتاج اهتمام، إن أنا محتاج كلمة حلوة، إن أنا محتاج، هل ده غلط؟ دي رقم واحد. والحاجة الثانية في المحبة برضه، هل المحبة كده تعتبر ليفلز، مستويات، ان هو مربوط والعطاء اكثر من الاسف؟ من الواضح ان في برضه اكس لاجل ان انا اعطي برضه، دي حاجة. وهل بقى كده يبقى المحبة لا تطلب من نفسها ده ليفل محتاج الانسان يوصل له ولا ممكن يوصل له؟ ده بخصوص رقم واحد. طب خليف اول واحد. السؤال الاولاني اللي انت قلت فيها غلط، الواحد يسال يعبر عن احتياجه او يقول مثلا ان انا محتاج اهتمام، محتاج مش عارف ايه. وجد عمليا يعني ان الشخص لما بيطلب من الاخر اهتمام، الاخر مش بيديله اهتمام. يعني مثلا لما واحده تقول لجوزها يعني ما في نفسي اسمع منك كلمه حلوه، بيروح على طول بقى جايب محطه صوت العرب وجايب او عادل الموجه والكلام الحلو بقى يبتدي يطلع. يعني ما بيحصلش. بالعكس، ده ممكن يكون رد الفعل اقصى بقى، يقول لك هو انا الاقي فيك حاجه حلوه اصلا عشان اقولها؟ ما هو احنا على طول بناخد خط ايه. انت لما تيجي تقول لي انت مقصر في كذا، اروح انا على طول بقى ايه، ما انا مش الحد بقى اللي عنده استعداد للحب. ما انا لو انا المفروض اديلك ده من غير ما انت تطلبه، وده انا مدرك ان انت محتاج ده، ما وصلكش انك تطلب مني اصلا. تمام؟ بمعنى انا قدامي وصل انه يطلب مني ان انا اصلا من الاول مش قايم بالدور الطبيعي، مش شايف احتياجه. يقول لك ابوكم السماوي يعلم انكم تحتاجون. اصل هو محب. الشخص اللي يحب حد يعرف احتياجه من غير ما اللي قدامه يطلبه، ما استناش لما اللي قدامه يطلب الاحتياج. فانا هاخد ديفنس. انت اتهمتني بالتقصير، انت شطت عليا كوره، طب انا هشوط عليك كوره. وانت كمان كذا وكذا وكذا، يعني انت انا مقصر معاكي، طب ما انت مقصره معايا في 1 2 3. فبدل ما اللي قدامي، عشان كده مثلا ساعات مثلا بقول لبعض المتزوجين طب اتكلمي مع جوزك يعني احكي معاه. يعني تقولي لا، هو لما بتكلم معاه مش ممكن ابدا يطلع نفسه غلطان، يستحق. نعم بالظبط. يعني مثلا بتقولي نفسي بابا مره ياخدني مره في حضنه. طب ما سهل. لا لو عمليه كده قولي لبابا يا بابا خدني في حضنك، تعالي في حضني يا ستي. ماشي، مبسوطه. ملوش طعم، ماسخ حاجه ما جاتش بشكل طبيعي، مسخه. صح ولا غلط؟ فالمحبه. النقطه الثانيه العطاء والاخذ. طبيعي ان انا بدي الاخر برضو بيديني طبعا، اكيد. بس هنا العطاء، هنا عطائي مش بيقاس على القدر اللي انا باخده من الطرف الثاني. يعني انا مش بدي واستنى اقول ها انا اديتك اهو،
ادتني بقى ولا لا. وساعات بقى اللي احنا بنقع فيه حته اللي بيسموها الاوفر اكسبكتيشنز، اللي هي التوقعات بقى، ان انا متوقع طالما انا عملت معاك كذا وكذا وكذا فانا مستني منك كيت وكيت وكيت. ده ما بيحصلش، او بنتصدم وبنتجرح قوي لما اللي قدامي ما يكونش على مستوى توقعاتي. فانا خليني اقبل حب الاخر، خليني افرح بعطائه، خليني اقبل اهتمامه، لكن ما يكونش اهتمامه ده هو اللي بيغذي رد الفعل عندي. فهمت قصدي؟ يعني هو كده بالعكس، انا لو احنا اتنين فعلا شخصين ناضجين كل واحد بيعطي الاخر. عارفين قصه تولستوي؟ تولستوي ليه قصه شهيره قوي، انه راح، تخيل نفسه راح الجحيم، فلقى الناس في الجحيم كل واحد ماسك معلقه كبيره كده والاكل قدامه حاجه كبيره واسعه بعيده قوي، فيجيب المعلقه كده عليه، كل ما يجيب المعلقه عشان ياكل يروح الاكل مدلوق عليه من وراه كده وما يجيش عليه. حاول تاني، فلقى الناس عماله تصرخ، كله متعصب، كله جعان وكله قدامه الاكل ومش عارف ياكل. فراح السماء، كان متخيل بقى يعني انه هيلاقي منظر افضل، يعني هيلاقي بقى كل واحد قاعد قدامه الاكل بتاعه كده بطريقه محترمه يعني. فلقاهم برضه قاعدين في نفس المكان وبنفس المعالق وبنفس الآنية الكبيرة، مع ذلك كلهم قاعدين مبسوطين. ليه؟ لأن كل واحد فيهم بيعمل إيه؟ بيأكل اللي قدامه. فنفس الفكرة، يعني بيحكوا قصة كده، يعني ما اعرفش حصلت ولا لا، عن 2 خدام، 2 أمناء خدمة، يعني أمين خدمة وأمينة خدمة، اتجوزوا بعض. فأول ما روحوا من الكنيسة راح مطلع إنجيل أبو سوستة، فتح الإنجيل مخطط فيه طبعا، قال لها بصي بقى الإنجيل بيقول أهو: أيها الرجال أيها النساء اخضعن لرجالكم. اخضعن، خلي بالك من الحتة دي. النساء الإنجيل بيقول أيها الرجال أيها النساء اخضعن لرجالكم، ماشي؟ يبقى لازم إيه؟ تخضعيني. قالت له يا حلو ما تقرا، انت متجوز واحده هفق في الانجيل ولا ايه؟ لا ده احنا جامده، احنا جامدين قوي. اقرا اللي قبلها: ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه. فانت تحبني اخضع لك. قال لها لا، انت تخضعي لي احبك. قال لها لا، تحبني اخضع لك، اخضعي لي. قعدوا طول الليل بقى يقولوا لبعض كده: حبيني واخضع لك، اخضعي لي وانا احبك. فكل واحد مستني التاني، كل واحد بيطلب من التاني، كل واحد بيلزم التاني. لا، انا المفروض اشتغل على نفسي، لان الجواز بصراحه بامانه احسن حاجه في الزواج انه بيفضح الانسان قدام نفسه، بيكشف للانسان عيوب لا يمكن ان تظهر ابدا الا بالزواج. انا في رايي ان اي شخص لم يتزوج ينقصه حاجه في شخصيته، حتى لو راهب، في حاجه ما جربهاش، في حاجه ما شافهاش في نفسه، مش هيشوفها الا لو اتجوز. ما هو انا في جوه الدير مفيش مشكله نتعامل مع راهب زيي، احنا 2 رجاله مع بعض ودماغنا واحده. لكن لما اتعامل مع بني ادم، مع مخلوق بقى نوع تاني خالص، بدماغ مختلف، بمشاعر مختلفه، بالنسبه لي حاجه مركبه وغريبه غير اللي انا اتعودت عليها. اذا نجحت في التعامل مع هذا الاخر المختلف، اذا انا اجتزت امتحان صعب. لكن انا اتعامل مع راجل زي ايه المشكله؟ ما احنا عمري ما شفت 2 اصحاب بيختلفوا ابدا، ما تحصلش. قليل الاول لما 2 اصحاب يختلفوا، الا لو على بنت طبعا، لكن غير كده زي ما احنا قلنا في العادي ما بيختلفوش، مفيش حاجه تخليهم يختلفوا، دماغ واحده. طيب ايوه السؤال الثاني، هو احنا على قدك بس يا ريمون. اتفضل. بس أنا قلت كلمة مهمة في إن المشاعر هي كيمياء طبيعية. حاجة معناها إن هو دلوقتي زي ما أنت عارف إن هو دلوقتي البنت دايما بتطلب إن هو الراجل يوصل لها عشان تقدر توصل لها الحب بلغة المشاعر أكتر. زي ما أنت وضحت في الكلمة إن هو بيبقى في أحيانا مواقف إن هي بتبقى نفسها في كده، تمام؟ وتقول اللي هو يعني قلت إن أنا وحشاك، وهو طبعا بيقول لها إيه؟ أنا مش هكذب عليك، طبعا بيبقى الرد برضه صعب ولا أصعب يعني. فده بيصدمها. طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ ان هي المفروض ان هي كيمياء طبيعيه، ولكن الاخر بيطلب حاجه زي كده. هل في طرق عمليه او استشاريه ان هو ممكن ان هم
سؤال جميل. في حاجة اكسبريشن جديد طلع في علم النفس اسمه المواجدة. المواجدة تعبير صعب شوية. المواجدة دي معناها ايه؟ ان كل واحد يحط نفسه في مكان الآخر. يعني أنا كرجل أحاول أن أفكر بذهنية المرأة، والمرأة تحاول أن تفكر بذهنية الرجل. كل واحد فينا يحط نفسه في مكان التاني. أقول هما طبيعتهم بيحبوا يسمعوا كلمة حلوة. طب أنا هخسر إيه؟ لما أقول لها مثلا النهارده الأكل جميل، هخسر حاجة؟ هخسر حاجة لما أقول لها أنت حلوة القصة دي مثلا، حلو الطقم ده جميل؟ هخسر حاجة؟ مش هخسر حاجة. هي نفسها تقول برضو أنا مقدرة هو مضغوط فعلا اليومين دول عشان شغله وعشان الأزمات اللي بتقابله، وأنا لازم ما بقاش أنانية، ما افكرش في نفسي، لازم أحط نفسي مكانه. هو برضو بيتعب وكل ده عشان، يعني عايز أقول كل واحد زي ما قال الإنجيل. يعني التعبير ده رغم إن هو حديث، بس الإنجيل قاله بشكل آخر: لا يطلب كل أحد ما هو لنفسه بل لما هو لأخيه. أنا بفكر بذهنيتي، بحط نفسي مكانه. وعلى فكرة إحنا لو عملنا كده هنرتاح في مواقف كتير قوي. واحد مثلا اتعصب عليا، انا مش عارف هو اتعصب عليا ليه، انا مش شايف الموقف يستاهل. يعني اقول الله، اللي يعمل كده اكيد هو في حاجه شداه، في حاجه جواه مضايقاه. انا عارف ان هو مش متضايق مني، هو متضايق في حاجه تانية جواه، جه على حظي يعني انا اتقابلت معاه في الموقف ده فتعصب عليا. يبقى انا كده بفكر بذهنيه الاخر، وده نضج في الشخصيه، ان انا اقدر اخرج بره دايرتي واحط نفسي مكان الاخر. عشان كده بقول لكم الزواج ده تحدي ملوش حل، مدرسة تفضل تتعلم فيها طول عمرك، طول عمرك، لأنك بتتعامل مع الآخر المختلف كليا عنك. أيوة، في اتفضل. هل من السهل إن إحنا نعرف مشيئة ربنا قبل ما نجرب مشاعرنا؟ مش فاهم السؤال. نعم قبل ما أنا أجرب مشاعري أطمن إن فلان هو مشيئة ربنا. يعني إنه الشخصية اللي إحنا الاتنين هتكون حسب مشيئة ربنا قبل ما أنا أجرب إن مشاعري تنجذب ناحيته. ميرنا عايزة تعرف النتيجة من الكنترول، الموضوع هيمشي نحب نتكل على الله ولا ما نكبش واحنا مش عارفين بعد كده الموضوع هيمشي ازاي؟ مش قصدي كده يعني. ما هو مشيئة ربنا دي يا جماعة مش بتيجي من خلال ملاك جاي بيرفرف كده بجناحات يقول لي لا تخف لاني معك. زي ما من ضمن يعني طرق مشيئة ربنا الواحد يقول لك ايه، انا افتح الانجيل اشوف ربنا هيقول لي ايه. يفتح الانجيل يقول لك ايه، لا تخف لاني معك، خلاص اتكلنا على الله. لا تخف لاني معك دي لا علاقة لها بالارتباط من بعيد او من قريب. من يحب الرب يقدمه دي ممكن دي بتاعت بشوي دي. لكن انا بعرف إرادة ربنا من خلال ان انا بمشي جو اهيد، مش ان انا احاول اتاكد الاول. لا، الله بيعلن ارادته من خلال الاحداث اللي بتحصل في حياتي. وده مش ده في كل حاجه، مش بس في الارتباط. حد كان رافع ايده هنا ولا انا تخيلت؟ اتفضل. ده صعب شويه يعني. وطبعا اكيد طريقه تفكيرهم هما الاثنين مش واحده مبدئيا، مفيش اثنين راجل وست طريقتهم واحده. طب وليه العكس؟ ليه ما يكونش المفروض هما اللي يوصلوا لك طريقه تفكيرهم؟ ليه بتفترضي ان انت المفروض يعني ان انت الصح، هو المفروض يستوعبوا وجهه نظرك، بينما ما يكون هما يكون لهم وجهه نظر قد تكون هي الاصح، المفروض انت اللي تستوعبيها. فاحنا بنتكلم، احنا بنتناقش. اما ده اللي انا بقوله بقى، ان انا مش فكره بوصل وجهه نظري اللي قدامي، احنا كل واحد بيقول اللي عنده وبيسمع الطرف الثاني، والموضوع برضو يرجع للرصيد السابق. الرصيد ده مهم قوي. هل في رصيد ثقه يخليني ابقى عارف اللي قدامي ده ينصحني بكل امانه وموضوعيه، ولا الرصيد السابق يخليني حتى لو هو بيقول حاجه صح احس انها غلط؟
لان انا مش واثق فيه. لا مش دايما، لا في ناس بيبقى يعني بص، لو بابا قال لي الحاجه دي حلوه تبقى وحشه طالما هو اللي قال لي، لو غيره قال لي الحاجه دي حلوه تبقى حلوه اصدقه. اه انا مش بالي كده يعني، ممكن هو من وجهة نظره شايفها حلوه بالنسبه لي يعني اه اه بس انا مش شايفاها كده يعني. كل واحد من حقه يملي يقول وجهة نظره، لكن مش حد من حقه يملي وجهة نظره. يقول اللي هو عايزه وتسمعيه، وانت تقولي اللي عايزك وتسمعيه. ما هي دي مشكلة بقى إدارة الاختلاف، ان احنا فكرة الاملاء ان احنا في النهاية لازم يعني نوصل مش هقول لحل، لكن لموقف كل فينا حتى لو ما اتفقناش نحتفظ بعلاقة جيدة ومحدش يملي ارادته على الطرف الاخر. جايز هو مش عايز يسمع. لا المفروض اللي قدامك مش عايز يسمع تعملي له ايه؟ مش عايز يسمع. طيب مفيش حل، الحل عند ربنا. يعني قصدها تتحداه ولا تطاوع؟ ابونا يقصد، بيقول تقصد تتحداه ولا تطاوع. ما هو برضه التحدي مش سهل. لو هنتكلم بميزان القوة مش مصلحتنا ان احنا نتحدى البيت. يعني لو تحدينا مش هنوصل اللي احنا عايزينه اعتقد يعني. بالعكس ده ممكن يوجد نوع من الصدام والصراع، وده مش في مصلحتنا. ايوه ديانا. احنا قربنا خلاص الساعة 9 الخير. نعم. ازاي اعرف ان انا بحب الاخر؟ عن طريق الله. لو انا متأكد ان انا بحب الله يبقى اكيد بحب الاخر. ما هو اعتمد على الاساس الاولاني اتحط ولا لا. بصي لو انا دلوقتي ليه علاقة حقيقية بربنا وربنا واخد مساحته الطبيعية في حياتي، بيحصل ان انا مثلا يعني اقول لكم تشبيه، خليكم معايا يا جماعه، ان انا معتمد على ربنا بنسبه 90%، معتمد على الناس بنسبه 10%. خلاص يبقى ال10% دي لو فقدت من حياتي لاي سبب من الاسباب 90% هتشيل. فانا محتاج اسال هو ربنا كام في المية؟ هو الحقيقه ما قالش 90، قال ان هو المفروض يكون 100%. فلو ده موجود خلاص انا كده في الامان، رامي اساس مظبوط، خلاص مفيش حاجه تقلق. في سؤال بيقول ما الخطأ في التعبير؟ نفس الكلام تقريبا السؤال بتاع انت اللي بعت السؤال ده برضه ده خطك. ما الخطأ في التعبير للآخر عن بعض المشاعر السلبية الناتجة عن بعض الأخطاء؟ أرى أنه من الخطر عدم التعبير، وبالتالي التراكم الخطأ، وبالتالي المشاعر السلبية، وبالتالي كثرة الخلاف وتبعاته. أيوة طبعا معاك. في إطار الحوار والمكاشفة والوضوح والمصارحة مفروض كل واحد يعبر على الآخر عن بعض الأمور اللي بتضايقه، لأن احنا في النهاية احنا بشر، وكل إنسان فينا ليه أخطاء مهما كان قريب من ربنا، مهما كان بيحب الآخر. المحبة الإنسانية مهما كانت أكيد برضو احنا كبشر بيطلع مننا قصور في أمور كتيرة يعني. فمهم طبعا إن احنا ما نخليش في أي تراكمات خالص. إنجيل أجل لا تغرب الشمس على غيظك، وقال إذا أخطأ إليك أخوك اللي أنت بتحبه يعني اذهب وعاتبه. فالعتاب مفروض برضو احنا لو احنا فاهمين بعض ببقى شايف اللي قدامي قريه، يعني واضح ان انا زعلته، الموقف ده واضح ان هو مضايقه، فاقول انا قريه فحسيت ان هو زعلان، فابتدي افتح حوار معاه. يعني الاجدع يعني ان الشخص اللي غلطان هو اللي يفتح الحوار، ما يستناش كمان لما التاني يجي يعدل. لكن طبعا عدم التعبير، وبيحصل الكلام ده على فكره نتيجه ضعف الحوار. اقول لكم ازاي. تيجي زوجه مثلا قالت لجوزها مرة واثنين وثلاثة عن حاجة بتضايقها من تصرفات، وهو ما احترمش كلامها واستهان بكلامها وخد الموضوع باستخفاف. خلاص تقرر انها مش هتتكلم. فايه اللي يحصل؟ الصمت، او العكس برضه. يحصل بقى برود، ويحصل حواجز بتتبني، لان الكلام اصبح غير مجدي،
لو وصلنا لمرحلة ان الكلام مش مجدي، يبقى معناها ان احنا قررنا ان كل واحد يبقى حتة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كل حتة لوحدها. الراجل مش بيتكلم مع مراته، والراجل مش بيتكلم مع ابنه، والولد مش بيتكلم مع باباه، ومفيش حد بيتكلم مع التاني، لانه الحوار اصبح غير مفيد. لكن لما يكون في مكاشفة باستمرار وتصفية باستمرار، تفضل العلاقة محتفظة بالسلامة بتاعتها، ما يحصلش الحواجز اللي بتتبني اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. نكتفي بهذا القدر عشان وقتكم، وشكرا للمشاركة وللإيجابية. شكرا لحضرتك.